لازم تدافع وانت بتهاجم. انت بتقول ايه؟ زي ما بقول. تخيل معايا فريق بيهاجم ماسك الملعب كله وبيضغط، وفجأة الكرة اتقطعت وفي ثانيتين بس هجمة مرتدة وجول. السؤال هنا، هل المشكلة ان فريق هاجم ولا المشكلة ان ما كانش عنده حاجة اسمها الريست ديفense؟ مبدئيا كده يعني ايه ريست ديفense؟ خلينا نبسطها جدا. الريست ديفense مش دفاع عادي ومش حاجة بتعملها بعد ما تخسر الكرة، ده اسلوب دفاعي بيحصل وانت بتهاجم اصلا. لما فريقك بيهاجم بيكون في لعيبة مأمنة ورا الكرة جاهزين لو خسرت الكرة فجأة. ونيجي بقى على اصل الكلمة، وما تحاولش تترجم الكلمة حرفيا، لان لو ترجمتها حرفيا هتلاقيك بتقول عكس المعنى اصلا، لان المفهوم جاي من الالمانيه من كلمه ريست فيت هايديجون، والكلمه دي معناها الدفاع المتبقي، يعني اللي فاضل من الفريق ورا الكوره. فخد الحلو من هنا على الحلو من هنا، بقت في الاخر الريست ديفense. تعال بقى للفكره الاساسيه ببساطه. اي فريق في كره القدم مش مطرود منه حد، عنده 10 لعيبه في الملعب غير حارس المرمى، عدد منهم بيهاجم وعدد منهم بيدافع. والفكره مش في العدد، الفكره في التمركز والتوازن. يعني مش لازم كل اللعيبه تهاجم ولا كل اللعيبه تدافع، لا لازم يكون عندك توازن. وعشان يبقى عندك توازن يبقى لازم 5 يهاجموا و5 يدافعوا. طب ليه الريست ديفنس مهم؟ خليني اقول لك الحقيقه اللي بتفرق فرق كتير. اغلب الاهداف في الكره الحديثه بتيجي من مرتدات. طب ليه؟ لان الفرق بتهاجم بشكل مفتوح جدا، ولو فقدت الكره المساحات بتبقى ضخمه والخطوط بتبقى مفتوحه والفريق بيبقى مكشوف. هنا بقى بيجي دور الريست ديفنس، يقفل المساحات، يبطل هجمه مرتده، يدي وقت لزمالك يرجعوا او تسترجع الكره فورا. طب الفورميشن او شكل الريست ديفنس عمليا بيبقى عامل ازاي؟ اشهر اشكال الريست ديفنس هما شكلين. الشكل الاولاني 2 3 هما 2 ورا وقدامهم 3، والشكل الثاني 3 2 3 ورا وقدامهم 2. مراكز اللعيبه اللي بتشكل الاشكال دي بتختلف على حسب افكار المدرب. يعني في مدربين بيخلوا 3 اللي ورا هما 3 مدافعين والاثنين اللي قدامهم هو هولدنج ميدفيلدر عادي جدا، وده غالبا بيكون في الفرق اللي بتلعب بال5 2 1 2 او ال5 2 2 1. في مدربين بقى بتعمل حاجه اسمها انفيرتد، سواء كان الانفيرتد ده انفيرتد فول باك او انفيرتد سنتر باك او اي انفيرتد والسلام. المهم الشكل يكون مديك التغطيه العرضيه والطوليه، وده بيكون موجود في الشكلين اللي قلت لك هما اشهر اشكال الريست ديفنس. تعال نشوف بقى اشهر المدربين في افضل الفرق اللي بتعمل الريست ديفنس. بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي، خصوصا في السنه اللي خد فيها دوري ابطال اوروبا، كان بيكون شكل الريست ديفنس عنده هو ال3 2. ولان جوارديولا كان الاربع مدافعين بيلعبوا هم 4 اصلا في الاصل قلوب دفاع، فكان الاربعه بيكونوا في حاله الريست ديفنس. 3 منهم بيكونوا موجودين في الخلف، وواحد منهم بيتقدم كانفيرتد سنتر باك اللي هو ستونز مع رودري الهولدنج ميدفيلدر، عشان يكونوا الشكل ال3 2 ومهيئين نفسهم لاي رد فعل من الفريق الخصم في الهجمه المرتده. وطبعا يورجن كلوب مع ليفربول اللي كان بالنسبه له صانع اللعب هو الجيجن بريسنج، فكان بيضغط في الثلث الاخير من ملعبه والثلث الاولاني للملعب الخصم، او بمعنى صح كان بيجهز الريست ديفنس من الثلث الاخير لملعبه. فان دايك وماتيب واندو وسوبوسلاي وجاكبو. ومع ميكيل ارتيتا كان بيعتمد على الاثنين 3 بتحويل الاثنين الاظهره لانفيرتد فول باك. وحتى انزو ماريسكا ايام بارما. وكمان برضو بتكلم عن توخل في تشيلسي. لو فريقك بيهاجم بذكاء لازم يكون عندك تمركز يحميه. يعني الخلاصه الريست ديفنس توازن اثناء الهجوم، تامين المساحات، الاستعداد للهجمه المرتده، واسترجاع الكره بسرعه. وما بقاش رفاهيه، ده اساس كره القدم الحديثه. فلو انت مدرب او بتفهم كوره او حتى مشجع، اسال نفسك دايما فريق لما بيهاجم مين اللي بيامن؟ لان الفرق الكبيره مش بس بتهاجم كويس، بتدافع وهي بتهاجم.